هذا الذي شاهدتموه منذ شوية سأحكي لكم حكايته بعد شوية. إذا نشيد قسما ونشيد جمهورية الكونغو عزف في هذه الأمسية في مباراة ثمن نهائي كأس إفريقيا 2026. الجزائر الكونغو في ثمن نهائي المسابقة لمعرفة من سيواجه العملاق نيجيريا في ربع النهائي السبت القادم في مراكش. هي أكثر من مواجهة كروية بين منتخبين يمثلان شعبين عظيمين ناضلا من أجل الحرية والاستقلال وضد العبودية والاستعمار. سأعود لحكاية ذلك الرجل الذي شاهدتموه منذ شوية أثناء هذه المباراة، لأنه كان في كل مرة يرجع في مباريات عيسى لرياض. رياض محرز دخل من هنالك ممتازة لشيبي، تغطية دفاعية استرجعت في الوسط من مازادونا، خلوني نسميه مازادونا. عنده خيارات كثيرة جدا. اسماعيل بن ناصر من هنالك على الجهه اليسرى، وانطلق ريان ايت نور يهرب على الجهه اليسرى. ريان والتغطيه من هنا عن طريق العملاق مبيمبا، وخطا لمبيمبا يا ريان لصالح منتخب جمهوريه الكونغو الذي يدربه سيبا. الان 0-0. توانزيبي الكره البعيده من هنا، تغطيه من رامي غطى كورته في خطا. نعم يصفر حكم المباراة. طبعا الحكم هو السيد محمد معروف من مصر. دخلنا في المباراة. طلبها رياض هرب. رائع الكرة هذه. كان في وضعية تسلل رياض. معود تغطية من قبل المدافع وان بيساكا. خطفت الكرة من هنالك من ريان يلعبها ممتازة، وشيبي توزيع. كرة أولى من ريان هنا، ورياض قريب يبحث عن الكرة البعيدة، تلعب من هنا على الجهة اليسرى. هل في وضعية تسلل يا سيد الحكم؟ الكرة وصلت لإيليا والتماس للجزائريين. صح يا إيليا، صح. كورتو يخرج بالكرة بوداوي. رائعة من بوداوي من هنا لبلغالي. راح بلغالي. رفيق هرب، انطلق رفيق. بلغالي يبحث عن المرور. بلغالي مر. وخطأ المستفز رفيق بلغالي هنا في محاولة المرور، وخطأ يصفر حكم المباراة السيد محمد معروف. الحكم يتبع ورياض. الكرة تضرب في عيسى مندي وتروح مباشرة ضربة مرمى للحارس ليونيل امباسي حارس نادي لو هافر الفرنسي. كايامبو وصلت من هنا لإيليا من أمام رفيق، فوق رياض ورفيق، وخطأ لرياض. الحكم يصفر لصالح المنتخب الجزائري بعد تدخل ميشاك إيليا. توانزيبي رجعت لرياض، لعبها لرفيق. دخل رفيق أرضية. رائع الكرة هذه من رفيق بالغالي يا غالي، والكرة ركنية للمنتخب الجزائري. هل تشعرون بأن الهدف يقترب؟ هل تشعرون مثل ما أشعر بأن الهدف يقترب في هذه اللحظات من عمر رامي بن 70. يا رامي مرت سلامات. أول محاولة للكونغوليين من خطأ. يا رامي معلش. كرة خارجة من بونغوندا مرفوعة عالية بعيدة راسية. ثاني أخطر فرصة في للمنتخب الكونغولي الراسية هنا من أكسل توانزيبي مدافع نادي بيرنلي على يمين الحارس زيدان كاديل. كونغولية الكرة في الوسط. صديقي يرسل كرة بعيدة. رفيق وزيد. رجعت مرة ثانية لهشام لرياض على الجهة اليمنى، يلحقها خليها تروح ركنية. يا رياض والكرة ركنية. الحكم قال له خطأ. خطأ ضد رياض. مثل هذه اللاعبين الكونغوليين. رجعت مرة ثانية ليوان بيساكا يرفع كرة بعيدة راسية ومرت سلامات. باكامبو هذا قوي وخطير في الكرات المرفوعة. شفتوا كان معه عيسى ورامية وتفوق عليهم الاثنين. شوف كيف حط يده في كتفك ورقبتك وتفوق عليك. ريان يحاول يمر. ريان يدخل. ريان مازال. كثرت يا ريان. يرجع لفارس مرة ثانية. فارس والتوزيعة. الكرة مرفوعة في القائمة الثانية من فارس لمازار. رجعت لتوانزيبي. هاي كرة صعبة لكايامبي في العمق. هاي كرة صعبة يا رفيق. والتدخل من هنالك من عيسى مندي يرسلها بعيدة. ولا واحد في الأمام. غلط نفس. كايامبي كرته لم تمر. هشام لم يلحقها مرة ثانية. استرجعت كونغولية. صديقي. رائع
رائع رامي هنا في الصد، يخرج الكرة بروعة هنا. تغطية كانت رائعة من رامي بن سبعيني، راحت ركنية أو دمية. كرة مرفوعة، خرجت زيدان يلتقط الكرة هذه. قلت تحول إلى أيقونة المدرجات في المغرب. عمورة، يلا يا عمورة 3 دقائق الأخيرة الآن من عمر الشوط الأول. مازا استلم، مازا دخل، مازا راح، مازا الشعلة بدأت تشتغل شوية. استلمها بيمناه، راقبها وضربها بيسراه إبراهيم مازا باليسرى. طين بهذه الصورة تاع الكونغوليين اللي رجعوا حتى ناخذ حذرنا ونرجع احنا كذلك في الشوط الثاني. كرة من هنالك، تغطية من فارس شيبي من دون خطأ. الحكم رجع وصفر خطأ ضد فارس لصالح بونغوندا. هاي الكرة راح من هنالك فارس. هاي كرة جول، 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 هاي كرة جول. يصفر الحكم نهاية الشوط بالتعادل 0-0 دون أن تنفذ الركنية. شكرا لكم، ألقاكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين. ولكاد على مرتين أن يسجل. بنشوف راح مازا، وين راح عمورة، وين راح رياض. كرة وصلت من هنا على الجهة اليمنى، توصل مباشرة لوان بيساكا. وان بيساكا والتوزيعة هو ولا فيلم، وانطلاقة كونغولية خطيرة 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 من هنا على الجهة اليمنى. توصل مباشرة لباكامبو. رامي بن سبعيني يخرج الكرة هذه مباشرة في التماس. راح نخرج وحد الروح. استرجعت من مازا يلعبها مع رياض. دخل مازا، رياض يلعبها من هنا لهشام والتوزيعة. روي يا شيبي. فارس بالراس، الكرة مرت سلامات. دون زيدان في باختصار صار جزائري في أقل من سنتين يلعب ب5 خطط يلعب بها لحد الآن. لعبنا 4-3-3، 4-3-2-1، 4-4-2، 4-5-1، 3-5-2. تعرف إذا قلتها ولا 3-4 مش موجود. تلعب الكرة، ادخل يا رامي، ركنية تنفذ راسية. هايلة الكرة هذه من قبل هشام بوداوي، يتدخل ثم حماد عبد اللي في صراع. ما زال حماد عبد اللي يقاوم ويلحق عليه من هنالك فارس شيبي. الكرة تروح تماس للكونغوليين. هايل كنت يا هشام في الكرة الماضية. كرة كونغولية، حكم يخلي اللعب، وانطلاقه من هناك. حماد عبد اللي 4 لاعبين امام 3، وراح عمورة قوة بدنية كبيرة عند اللاعب اكسل. رياض يدخل، رياض في خطأ لصالحه. نعم المنتخب الجزائري من هنالك على يسار الحارس مباسي. رياض بعيدة كرة رياض. رامي يطلبها في القائم الثاني. خرجها من هنالك. ما زالت الكرة كونغولية. زيدان يلتقطها. التسديدة هذه من كاكوتا. مكان موسى. حج موسى يدخل، حج موسى يراوغ، حج موسى مازال، حج موسى باليسرى. عمورة، يلا يا عمورة، يا بالغالي يرجع. هيثم مندي في التغطية، يرجع برفيق بالغالي يتفوق من دون خطأ. الحكم يقول لك حكم محمد أنيس. من هنا شيبي، وصلته فارس، ينطلق فارس شيبي وأنيس. فارس شيبي في المراوغة. فارس ما زال عنده كرة الآن، يلعبها مع أنيس والحكم يصفر له خطأ. حاج موسى. فارس في القائمة الثانية. هيدا راسية مرت سلامات من هنالك من إبراهيم مازا. راحت جانبية على مرمى الحارس ليونيل مباسي. يرجع لوان بيساكا، حاول يمر. رامي في الاسترجاع، خطأ لصالحك يا رامي. في الركنية للمنتخب الجزائري. يلا يا فارس، مرفوع الكرة راسية، خروج الحارس، ما زال الخطورة. وبعمورة وعبد العباد، وصلت لحاج موسى. التسديد والحارس يصد. حذري يا هشام، حذري من هنالك يا عيسى. 4 للمنتخب الكونغولي من هنالك. حذري راحت.
انيس فارس انيس راح بالغالي مش متسلل، راح بالغالي مش متسلل، راح بالغالي مش متسلل. حاب يضربها على طول بحثا عن بغداد بونجاح. الرفيق بالغالي يلعب مباراة رائعة اليوم، يلعب بطولة كبيرة رائعة، مش لم يكن متسللا تماما في الكرة الماضية. مبوكو على الجهة اليسرى من هنالك، يلا يا فارس، يلا يا انيس، ما زالت كونغولية من هنالك على الجهة اليسرى. خماسي اللي دخل لياقته عالية، مرفوع الكرة خطيرة. كايمبي او مايلي كاد يفعلها الكرة هذه. كرة ملعوبة لعمورة على الجهة اليسرى، يستلمها عمورة. يا بغداد، خلاص يا سيد الحكم، صفر نهاية المباراة. 90 دقيقة صعبة المتعبة يا فارس. كايمبي يخطف الكرة من هنالك على الجهة اليسرى من أمامه رفيق حماد، يضغط وعيسى يخرج ويستفيد من خطأ. نعم، حنت رجليك مش يديك. كرة بعيدة من بالعيد لأنيس على الجهة اليسرى، راقب أنيس، ضيعها أنيس، استرجعت من هنالك. الرفيق بالغالي متأخر ويرتكب خطأ، وين للبطاقة. رامي وحماد، جاز الكرة من هنا لشايبي. فارس يلعب بين هشام فارس يا فارس ورامي. ارجع يا رامي وانطلاقه من رامي، تلعب بسرعة لعمورة مع بغداد. العبها بسرعة بن سبعيني لعمورة لبغداد بغداد ينطلق. بغداد يواصل، بغداد يلعبها لعمورة. وينو حاج عيسى، وينو حاج موسى والرجل. كرة عمورة، الحارس مسكها وطلقها وكاد يلحقها هشام بوداوي، والحكم احتسب خطأ ضد هشام. يا رامي، انيس وفارس، يرفع انيس، الراسية والحارس. صفر يا سيد الحكم، نهاية الشوط. السيد محمد معروف ينهي الشوط الأول بالتعادل 0-0. نواصل على طول بعد ذلك، بقى عندنا إمكانية تغيير، مخبي التغيير إلى يا إما مباراة أنيس حاج موسى في الربع ساعة الأخير، أو مباراة زيدان في ركلات الترجيح. يلا بغداد، ما زال بغداد، هرب عمورة، راح عمورة، دخل عمورة، لعب عمورة، شايبي. يا شايبي، يا فارس، ماذا ضيعت يا فارس. عمورة لفارس، وفارس ضربها والحارس صدها. ما تقدر اكثر منها. من هنالك بغداد يتفوق، يدخل بغداد وفارس. بغداد وبغداد انيس حاج موسى يلحق على الكرة هذه، فرصتان في ظرف دقيقة واحدة. زروقي، ارجع يا عادل، التسديدة وسأل الكرة هذه بين احضان زيدان. عادل، حط يدك في الارض وركز على عيسى وبالغالي ممتازة لرامز، راح عادل جول. يا إما يا عادل، يا جول بولبينا يفعلها ويسجل الجول. هذا جول ولا صاروخ؟ يا سلام على عادل. الدقيقة 119 القدر أراد أن نسجل في الأنفاس الأخيرة حتى لا يضغط علينا. يا له من جول. علي ليفر. الربع
النهائي. الوجهة مراكش في الدور ربع النهائي ضد نيجيريا، وبعدها نأمل في العودة إلى الرباط للعب النصف النهائي ثم النهائي ثم العودة إلى الإيريون يفعلونها في الأنفاس الأخيرة. نعم، كم هي حلوة الأمور.